ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وصحه وعافيه وسلام باذن الله. فيديو النهارده هنتكلم عن كل طلبه الثانويه عامه بتساله هل هلحق، هل هقدر الم، طب هجيب مجموع. كل الاسئله دي هنجاوب عليها في فيديو النهارده، وباذن الله انا هتكلم بسرعه برضو عشان ايه ما اشغلش منك حاجه. وكمان باذن الله هي فيديو خفيف على قلبك كده، هيكون في مده 4-5 دقايق، فكمل الفيديو للاخر عشان تستفاد بكل حاجه فيه. وكمان ما تنساش انك تعمل لايك للفيديو واشتراك في القناه عشان باذن الله ربنا يكرمك وتوصل للي انت عاوزه. مبدئيا كده الفيديو ده انا عاوزك تشيره برضو لزمايلك عشان يستفادوا زي ما انت تستفاد. اول حاجه هنتكلم عنها في فيديو النهارده وهي اللي شغله طلب الثانويه عامه كلها، فتره المراجعات النهائيه، وهل هلحق ولا مش هلحق. اول حاجه هتكلم عنها هي ان انت لازم تاخد في حسبانك ان المراجعات النهائيه هتبدا خلاص او بدات بالفعل في الفتره الحاليه، فانت تعمل ايه عشان تستفاد وتطلع باقصى استفاده منها. اول حاجه لازم عشان تطلع باقصى استفاده منها، لو انت شاري كتب مراجعات او كتب للترم الاول والثاني بتاعت ثانويه عامه تركنها على جنب خالص. طب اعمل ايه؟ تجيب كتب المراجعات النهائيه اللي هي بتبقى مجمعه الفصل كامل على بعض، وكمان تلتزم بكل كلمه المستر هيقولها لك في المراجعات النهائيه، لان المستر اكيد كل الناس دلوقتي هتبدا ان هي تعمل مراجعات نهائيه، وكمان هتجيب المنهج من اول شرح، فانت التزم بكل كلمه هيقولها لك والتزم بكل حته في الشرح. يعني حتى المراجعات النهائيه ما تراكمهاش، انت راكمت الترم الاول والثاني، ما تجيش على المراجعات النهائيه وتراكمها، لان هي دي النداء الاخير لطياره الظهر. كمان من اهم الحاجات انت تعملها الفتره الحاليه انك تنظم وقتك وتشوف مين اهم حاجه تعملها الاول. يعني مثلا كيمياء ولا فيزياء ولا رياضه ولا عربي ولا انجليزي. واحد مثلا شايف الفيزياء صعبه ابدا بيها في اول يوم، كيمياء صعبه ابدا بيها في اول يوم. طيب في طلبه كتير متشتته ومش عارفه تبدا ومش عارفه تنظم وقتها، وكمان مش عارفه هي ماشيه صح ولا غلط. فاحنا عملنا تيم اسمه تيم انطلاقه او منصه انطلاقه. المنصه بتتكون مني دكتور فارس نشأت، دكتور عمر، دكتور احمد رمضان، مهندس اكرم. بنعمل اللي احنا نتابع مع الطالب يوميا واسبوعيا، وكمان بنعمل جدول ينظم فيه وقته، وكمان في محاضرات عن زياده الدعم والانتاجيه، وكمان عن تنظيم الوقت. لو عاوز تنضم للاكاديميه هسيب لك رقم الدعم الفني، وكمان هسيب لك الاعلان عن الاكاديميه. الأكاديمية تهتم بكل جوانب الطالب، من حيث إن هو لو مراكم هتخلص له المراكمة اللي هو عليه، لو عنده أي مشكلة تحلها له بإذن الله. كمان لو حد عنده حتة مثلا إن هو عاوز يأجل السنة، أو هو مثلا خلاص تعب نفسيا من السنة وخلاص تعب، فالمنصة كمان هتوفر محاضرات للدعم النفسي. فكل اللي عليك انك تنضم بس للأكاديمية، تبعت لنا على الدعم الفني وهم بإذن الله يردوا عليك، وكمان هيفهموك كل حاجة. نرجع لموضوعنا تاني، وهو انك تعمل ايه عشان تقدر انك تلحق وتعدى زمايل. طيب السؤال الشائع برضو اليومين دول، انا ربنا يسويني باللي بدأ في اول السنة. اكيد ربنا هيسويك، بس في حالة واحدة، لو انت التزمت وجبت اخرك في الفترة الاخيرة وربنا شاهد على تعبك. لان انت يعني لو قعدت تتمرع في الفترة الاخيرة فانت كده خلاص ضاعت السنة منك. وكمان لازم انك تاخد في حسبانك اهلك، لان اهلك تعبوا معاك جدا في السنة دي، سواء ماديا سواء معنويا سواء تأهيليا، ان هم عمالين يشجعوك، فاهلك دول لهم فضل كبير عليك. كمان من اهم الحاجات اللي انا عاوزك تعملها في الفترة الاخيرة هي ان انت تركن اعصابك في التلاجة وتهتم بس بالمدرسين هينزلوه وتمشي وراهم وتنفذ كل حاجة هيعملوه. وكمان لو انت هتنضم لتيم انطلاقة تمشي ورا كل كلمة احنا نقولها لك، لان بجد احنا خايفين على مصلحتك اكتر من نفسك. فده كان فيديو بسيط كده جدا عن انك هتلحق ولا مش تلحق، واهم الحاجات اللي انت تعملها في الفتره الاخيره. بس كده كان معكم دكتور فارس نشأت، ويا رب اكون خفيف على قلوبكم. بس كده يا حبايبي، سلام.